لما تكون بلدك وسط حزام ناري، في الشرق إسرائيل والإرهاب في سيناء، وفي الغرب الإرهاب في ليبيا، وفي الشمال تأمين ثروات المتوسط، وفي الجنوب ضرورة تأمين منابع النيل. لما تكون بلدك عايشة وسط أطماع دول توسعية، تركيا والحلم بتاع الدولة العثمانية، إيران وحلم الدولة الفارسية، إسرائيل والحلم الصهيوني، يبقى لازم يكون في تسليح للجيش. ودي كانت خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي من يوم ما مسك حكم مصر. لازم الجيش المصري يكون جيش هجومي وليس جيش دفاعي فقط، علشان أي حد يفكر إن هو يمس أمن مصر يعرف إن في أسلحة ردع. لقمة العافي محدش بيقدر ياخدها، والجيش قبل العيش. انت نفسك لو بيتك فيه طبنجة مفيش حرامي هيقدر يقرب منك.